الحقيقه انك كنت بتعرفي كل حاجه بقرون الاستشعار. صاحبتك اللي كانت بتكلم صبيان. ما انت عارفه اهو. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم. المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الاول واقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. حاجه حكيتيلي عليها وقلتيلي ما اقولش لحد والخبر اتسرب لكل الناس. لا ما حصلش. دايما انت السر اصلا بتاعنا كلنا، انت السر بتاع اصحابنا. يعني احنا اصحابنا اللي عندهم اسرار بيتصلوا بيكي يحكوها لك، دي فمش حقيقة. دي سر لينا دي احنا. حقيقه دي حقيقه الحمد لله. احلى هديه جبتها لك. جميله اكيد. احلى حاجه جميله طبعا اكيد. جبتي هدايا كتير بصراحه جميله، بس طبعا احلى هديه جميله طبعا. البيت بالنسبه لك ايه؟ بيت ماما، لا بيت ماما الامان كله والراحه تاني الواحد بيدخل البيت عند ماما لو في اللي فيه كل حاجه بتتبخر. يعني لو مثلا سافرت عمره ولا حاجه، تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي بتسافرها من غيرنا. لو سافرت عمره ولا حاجه تقريبا احنا ما بنعرفش ندخل البيت. يعني ربنا يخليكي لينا بخير. احلى مصيف قضينا سوا. لا طبعا كل المصايف كل المصايف اللي ده قضيناها أكيد. سوا اكيد. في مصيف في دهب طبعا. رحله دهب دي ما تتنسيش ابدا. بننام تقريبا في توقيت واحد وبنصحى في توقيت واحد، والحقيقه اليوم بنبتدي كده مع بعض كله. حد شرع علينا شورى كده ان احنا نروح الرحله بتاعت الجبل. كانت بالليل وطبعا حاجه مرعبه جدا جدا جدا. والشاب يعني اللي اقترح علينا الاقتراح شافنا بنحاول نقاوم الرعب، فاكد لنا ان احنا احساسنا صح. دي رحله شبابيه اكتر من ان احنا نكون فيها يعني. بس قاومنا الخوف والقلق واتبسطنا جدا وشوينا وكلنا مشويات وصرنا سهره جميله جدا جدا الحمد لله. حاجه حصلت ايام المدرسه وخفتي تحكي لي عليها. الحقيقه انك كنت بتعرفي كل حاجه بقرون الاستشعار. صاحبتك اللي كانت بتكلم صبيان. ما انت عارفه اهو. طب هقول لك على سر. اوكي. في 5 ابتدائي كان في حد بيحبني وانا قطعت العلاقه بيني وبينه عشان كنت خايفه منك. يا بنت اللذينه. يا دلوقتي قدام اهل جوزك. ده في جوزي هيشوف الكلام ده. تعتبريني ظهري ليكي وليه؟ طبعا بعتبرك ظهر ليا جدا، لان انت اخر واحده قعدتي معايا فتره اطول من الاثنين التانيين. و في كل المواقف يعني شفتيني وانت انضج وانت بتعرفي تفكري صح، بتبقي سند ليا وبتسنديني بمعرفتك ليا وانت ناضجه. يعني نضجك خلاكي عرفتيني والمواقف اللي بتحط فيها، فبتسنديني صح، مش بتضايقيني في طريقه سندك ليا. قولي اكتر 3 حاجات بتحبيها فيا. ان احنا صحاب قوي، ان انتي صاحبتي جدا، بحب اكلك اكيد، وبحب خروجاتنا مع بعض. وانا صغيره كنت نفسك تشوفيني ايه؟ كان يهمني اساسا عموما انا يعني معاكي ومعاكوا، انا مش بفكر تبقي ايه كمركز، لا انا بفكر تكوني ايه في حياتك العامه، حياتيا وانسانيا وفي علاقاتك بالاخرين وكزوجه وكأم. انا ده اللي كان بيشغل تفكيري بالنسبه لكم بصفه عامه وليكي طبعا اكيد. لكن كمركز او سلطه او نجاحات في العمل اتمناها لك طبعا، لكن لا حياتيا وانسانيا طبعا بالنسبه لي ده نمره 1. الحمد لله. حاجه كان نفسك تحكيها لي وما جاتش فرصه. لا مفيش تقريبا. تكون اختك جايه من ارمينيا ومش راضيه تقولي. لا بتهيألي اصل احنا كل نفس بتنفسه وبكلم ماما احكي عنه واحكي لها في حاجه ماما. لا مفيش. هو انا بس ممكن اعلق انا تعليق. اصل انا كان فعلا كان نفسي ابقى ام البنات وصاحبهم، لان انا كنت مفتقده ده مع مامتي. فاحنا حقيقي حياتنا تقريبا حاجه برضو انه احنا كنت اهزر معاها اقول لها انا كان نفسي لما صاحب اتكلم من وراكي واعمل نفسي كده، واول ما ماما تدخل اروح مخبيه التليفون. لا ما عشتش ده. ما اديتيش فرصه. احكي لي عن حاجه عمرك ما حكيتيها لحد. اقول لك، لما كنتي بتتعرضي لازمات نفسيه وتكوني تعبانه فيها وزعلانه، ما كنتش بحب احكي لحد، وكنت بحاول افكر باستمرار. يعني ما كنتش بحكي، مش عايزه حد يساعدني في التفكير، انا عايزه اكون انا بكامل تفكيري وكامل طاقتي اركز معاكي اخرجك من الحاجه دي ازاي. فما كنتش بتكلم مع حد في الاحاسيس اللي جوايا، وكنت بفكر مع نفسي واحاول الاقي حلول مع نفسي. دي كانت اكتر حاجه بصراحه. امتى اخر مره حسيتي اني فعلا بحبك؟
لا طول الوقت يا جماعه، ايه ده؟ لسه اخر مره امبارح عملت لك مكرونه بالبشاميل. لا متهيألي على طول، الحمد لله على طول يعني، على طول احنا على طول على الواتساب بتطمن وتشوف اخباري. لو رايحه لها مثلا بتشوف الاكل اللي انا حابه اكله. تقريبا وحبها ليا ظاهر قوي على طول بقى مع بنتي يعني. حبيتك اكتر بعد ما جبتي جميله حقيقي. شايفاني هبقى ام ناجحه؟ اكيد اشوفك ام ناجحه، لان انت من دلوقتي بتحاولي تقومي بنتك وتعلميها الصح والغلط، تعلميها تاكل ازاي، الاهتمام بالنظافه بعد الاكل، التربيه والتنشئه. شايفاكي كبدايه صح ان شاء الله. ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقاتهم حقيقية ويونيك عايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. ونشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. ثانك يو. بس على فكره والله يا جماعه الحاجات دي حقيقه.